السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. النهارده يا جماعة هنتكلم على واحد اسمه إيهاب الحريري، عامل قناة اسمها تدبرات قرآنية. وطبعا هو مش بيقول تدبرات قرآنية، هو بيقول حاجات كلها تجيب الإلحاد. في حديث عن يوم عرفة، إن اللي بيصوم يوم عرفة بيكفر له سنة ماضية وسنة، يعني ربنا بيكفر ذنوبه يعني. فالأستاذ طلع يتكلم بيقول إن هبعت لكم لينك الفيديو في التعليقات إن شاء الله. الأستاذ بيقول بيقول يعني هل بضع ساعات هتغفر كل ذنوبي؟ هل بضع ساعات هتغفر كل دي؟ أولا هم يوم عرفة، بيقول كمان إن أوهمتونا إن يوم عرفة فرض. ده مش فرض، هو سنة، مش سنة مؤكدة بس. دي حاجة. تاني حاجة، اللهم صل على سيدنا محمد أجمعين. ومين قال لك إن الكبائر بتغفر؟ يعني مثلا لو واحد بيشهد شهادة زور، هل لو صام يوم عرفة ربنا يغفر له؟ لا طبعا. هل لو واحد واكل ورث أخته أو أهله بيصوم يوم عرفة ربنا يغفر له؟ لا طبعا. هل واحد ماشي في الزنا وفي قلة الأدب ربنا يغفر له؟ لا طبعا. إلا لو هو أقلع عن الذنوب دي كلها. لو أقلع مش يوم، مش سام كام ساعة كده وخلاص. هل لو واحد زي ده بيحاول إن هو يشكك في ثوابت الدين ربنا يغفر له؟ لا طبعا. اللهم صل. هل الشرك بالله يغفر؟ لا طبعا. فقاعد يتكلم بسذاجة وبقلة أدب جامدة جدا جدا. زي ده بتقفل له قناته، لازم حد من الشيوخ يرد عليه، لأنه ذهلت ازاي بتتكلم كده. ده بيقول إن طالما انتوا شايفين ربنا كده، شايفين طالما انتوا شايفين إن ما أعمل ذنب ويوم بصومه هيغفر كل حاجة، هعمل الذنوب بسهولة. مين اللي قالك إن ربنا كده؟ أنت بتتمنى الله الأمان. ده اسمه سوء ظن، يعني ده اسمه مش عارفة شيطان. الإنسان اللي بيرتكب ذنوب وعايز يصوم ومصر على الذنوب ربنا ما بيقبلش توبته. زي اللهم صل على سيدنا محمد، زي رمضان. بيقولوا في رمضان ربنا بيقبل توبتك ازاي؟ لو انت داخل رمضان وناوي انك ما تعملش ذنوب تاني بعد رمضان ربنا بيغفر لك. اما لو انت عايز تعمل ذنوب تاني بعد رمضان وبتصوم على اساس ربنا ما بيغفرلكش، ما بيقبلش توبتك. لازم تكون ناوي نية صادقة من جواك. بدليل أيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في واحدة من الرسول، كانت مسلمة وكل حاجة، بس كانت بتصوم وبتصلي بس تؤذي الناس بجيرانها. قال لها الرسول قال له مش في الجنة. فبطلوا ان انتوا تشككوا الناس في دينهم وبإسلام. لا، الإسلام يا جماعة، لا الصيام والصلاة لا تصحم الإنسان الزاني أو المغتاب أو الواكل بياكل حق الناس أو عاقل والداه أو القاتل. لا طبعا. بيقول هل يوم عرفة هيغفر لك لما قتلت حد وانت مصر على القتل؟ هي ما عارفه يغفر لك. كل حاجه لها عقوبات. الزنا له عقوبه والقتل له عقوبه، كل حاجه له عقوبه. لكن مش ما قالش ان الصوم هيغفر الذنوب الكبيره ديت. والغيبه والنميمه دي نصيبه اساسا. اللي بيغتاب برضه الناس ربنا ما بيقبلش منه وبوشه مضلم. فنفسي حد يرد على الراجل ده بجد، وحد يقفل القناه دي، لان انا بصراحه نفسي في الزيت. كل عام وانتم بخير، وربنا ينصر الاسلام ويعز المسلمين ويكفينا من شر الملحدين. اللي بيقول ايه ده؟ انا هجيب لكم كمان تدبر قراني، كمان تدبر قراني. انت حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين ويكفينا شر الملحدين.